مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، نستهلها بالعناوين. وزارة الصحة تعقد ورشة عمل لإطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة. دعوة للحد والقضاء على الأكياس البلاستيكية في مديرية مندفرة. زيادة استخدام الإصحاح البيئي في الإقليم الأوسط تبلغ إلى أكثر من 88%. الحرب على غزة تدخل يومها 100 دون نهاية واضحة في الأفق. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر. وانهيار طيني يقتل العشرات في كولومبيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت وزارة الصحة ورشة عمل في أسمر يوم 12 و13 من يناير لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والروبيلا وتوزيع فيتامين ألف. ويهدف اللقاح المقرر إعطاؤه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و59 شهرا في الفترة من 10 إلى 14 من إبريل نيسان، إلى تقديم نهج جديد للانتقال من السيطرة على مرض الحصبة والروبيلا الحصبة الألمانية إلى القضاء عليهما والوقاية من العدوى والأمراض العابرة للحدود ومكافحتها. وناقشت الورشة التي حضرها رؤساء الفروع الصحية في الأقاليم ومنظمو برامج التطعيم وهيئات التوجيهات التوعوية والمعلومات وممثلو وكالة الأمم المتحدة المعنية أنشطة ونتائج حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم ومرض الحصبة الروبيلا وأهمية حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية وسبل تطويرها. وتم تقديم مناقشة عروض تقديمية حول رفع مستوى الوعي وإعداد الحملات ومراقبة الآثار الجانبية بعد التطعيم وتوزيع فيتامين ألف. وأوضح ممثلو برامج التطعيم في الأقاليم الأهداف العامة وتوسيع المرافق الصحية وخطط الحملة الوطنية للتطعيم وتوزيع فيتامين ألف والإمدادات والمرافق والميزانيات اللازمة للحملة والتحديات المحتملة. وقدموا اقتراحات وتوصيات لضمان سلامة المرافق. واقترحوا أيضا الاهتمام بتعزيز قدرة الإقليم والوصول إلى المرافق في الوقت المناسب وتكثيف أنشطة الحملة. صرح رئيس برنامج التحصين الوطني بوزارة الصحة السيد تيدروس يحدقو لوكالة الأنباء الإريترية إن تنفيذ برامج التطعيم في البلاد ناجح حتى الآن، وأنه يتم تطعيم أكثر من 487 ألف طفل تتراوح أعمالهم ما بين 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك خلال الحملة الوطنية التي تبدأ في أبريل، ومن المقرر أن يتم تطعيم أكثر من 500 ألف طفل. وأكد السيد تيدروس القيام بالتجهيزات اللازمة من القدرات البشرية والموارد وضمان الوصول إلى الجميع من أجل إنجاح الحملة. يعمل مكتب القانون والنظام في مديرية مندفرة بالإقليم الجنوبي جاهدا للتخلص من الأكياس البلاستيكية. وقال رئيس المكتب السيد محمد خير بشير لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا إنه في عام 2023 تم ضبط أكثر من 12 كونتال من الأكياس البلاستيكية من قبل مسؤولي جمارك الإقليم الجنوبي، وتم تسليم أكثر من 6444 من الأكياس البلاستيكية إلى مصنع دباروا للبلاستيك. وأشار محمد خير إلى التأثير السلبي للبلاستيك على البيئة والصحة، وبناء على توجيهات وزارة الأراضي والمياه والبيئة سيتم إعطاء محاضرات للتوعية، وسيتم أيضا اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين تعثر بحوزتهم أكياس بلاستيكية. ويتطلب بذل جهود حثيثة لبلوغ الهدف المنشود. وذكر السيد جيتو أموغوس أحد أعضاء البلدية أن إزالة الأكياس البلاستيكية هي مسؤولية المجتمع بأكمله، وعلى أرباب العمل اتخاذ الحذر مدركين المخاطر التي تسببها الأكياس البلاستيكية على الإنسان والبيئة. وعلى الرغم من إعلان رقم 99 لعام 2004 بشأن حظر البلاستيك، قد تم العمل عليه بجدية في البداية،
إلا أن عملية المراقبة تلاشت مع الوقت. الجدير بالذكر أن وزارة الأراضي والمياه والبيئة نظمت خلال ديسمبر 2023 في الإقليم الجنوبي ورشة عمل للمساعدة في الحد من التلوث والدمار الشاملين. أثمرت حملات التوعية المنظمة لمكافحة الأمراض الناجمة عن نقص الإصحاح البيئي في الإقليم الأوسط خلال 15 عاما إلى زيادة استخدام المراحيض بنسبة أكثر من 88%. وأوضح خبير الصحة العامة في الإقليم الأوسط السيد نصر آب دبساي بدء برامج الإصحاح البيئي الأهلي في الإقليم عام 2008 في مدينة بريخ، حيث بلغت نسبة الاستخدام التي كانت معتصرة تحت 10% بلغت في الوقت الراهن إلى 9 أضعاف. وقد نفذت حتى الآن 94 قرية برامج الإصحاح البيئي الأهلي، وأعلنت إنجاز البرنامج بالكامل، مشيرا إلى بذل جهود حثيثة لتنفيذ عملية الاستخدام والمحافظة عليها من الانتكاسة. وفقا للخطة تم إنشاء أكثر من 26 ألف مرحاض في 38 قرية في مدينة قالا نفحي، و22 ألف في مدينة بريخ، و28 ألف في مدينة سرجعة، و6 قرى مديرية أخرية. وأخيرا حث جميع أصحاب المصلحة على العمل معا لضمان صحة المجتمع، حيث أن مساهمة الصرف الصحي الجماعي بقيادة مجتمعية كبيرة في ضمان صحة المجتمع. يتم تنفيذ أنشطة الحفاظ على التربة والمياه في إدارة ضاحية دقوقولة بمدينة صنعاء. وقال مدير الإدارة السيد محمد أحمد صالح إن العمليات في قرى الضاحية تركز بشكل أساسي على بناء المدرجات والحواجز المائية. وذكر السيد تسفهوني بريقابر عضو مكتب الزراعة في المديرية أن الناس يواصلون مهمة معالجة المدرجات التي بدأت منذ عامين، حيث أصبحت أنشطة الحفاظ على التربة والمياه ثقافة في المنطقة. وقال المشاركون إن المنطقة التي تم فيها الحفاظ على التربة والمياه بشكل مناسب في السنوات الأخيرة أظهرت نتائج جيدة في إثراء الموارد الشجرية والمنتجات الزراعية. تقع منطقة دقوقولو على بعد حوالي 24 كيلومترا جنوب شرق مدينة صنعاء. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت متواصلة من الفضائية الإريترية، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكملت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 100 دون أن تتوقف فيها آلة الحرب عن حصد الأرواح. ولا يزال النازحون من الحرب يعانون من الجوع والموت. وفقا لتقارير أممية، يواجه النازحون إلى الجنوب كارثة إنسانية. وفي اليوم 100 للحرب على غزة، قالت وزارة الصحة في القطاع أن قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 225 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23,968 شهيدا، علاوة على 60,582 جريحا. ومنذ اندلاع القتال في 7 أكتوبر، قصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، مما أحدث دمارا غير مسبوق وسوى أحياء بأكملها بالأرض. ويقول مراقب الأمم المتحدة أن الهجوم أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، وأوقف العمليات في نحو نصف مستشفيات غزة، وتسبب في مجاعة واسعة النطاق. هذا وقال الجيش الإسرائيلي أن صاروخا استهدف منزلا، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية. ثم أعلن لاحقا مقتل امرأة مسنة وابنها. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر في أول إطلاق صاروخي لها هذا العام. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى، مثلا المدى الذي وصل إليه الصاروخ. وكان هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية في عام 2024.
وكانت المرة الأخيرة التي أجرت فيها كوريا الشمالية إطلاق صاروخ علني في 18 من ديسمبر، عندما اختبرت إطلاق صاروخها الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلبي هو سونغ 18، وهو السلاح الأكثر تقدما في كوريا الشمالية، وتم تصميمه لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة. وجاء إطلاق هذا الصاروخ بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات مماثلة لإطلاق النار في نفس المنطقة. واصلت فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين بعد أن أدى انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة في شمال غرب كولومبيا إلى مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة العشرات على طريق سريع مزدحم. وقالت السلطات في بيان إن الانهيار الطيني غطى طريقا يربط بين مدينتي كيبدو وميدلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادي. وأضاف البيان أنه تم إرسال فرق الإنقاذ بصحبة كلاب مدربة من أنحاء البلاد إلى موقع الحادث للبحث عن ناجين، علما أن الطين غمر عدة سيارات على الطريق بشكل كامل. وأظهرت صور وفيديوهات لحظة انفصال جزء كبير من جبل وسقوطه فوق عدة سيارات كانت تتحرك على الطريق بالأسفل. الخبر الأخير: ثار بركان جبل مرابي في إندونيسيا مرة أخرى، ونفث الدخان والرماد في الجو، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وسجلت نقطة مراقبة بركان مرابي في مقاطعة سمطرة الغربية ثورانا بعمود من الرماد يبلغ ارتفاعه نحو 4265 قدما من ذروته. أعقبه هطول أمطار من الرماد، وتم إجلاء ما لا يقل عن 100 شخص بعد أن رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التأهب للبركان من المستوى الثاني إلى الثالث أو ثاني أعلى مستوى يوم الأربعاء. في غضون ذلك ثار بركان يقع جنوب غرب أيسلندا قرب موقع ثوران بركاني في ديسمبر وفق مكتب الأرصاد الأيسلندي، وأظهرت مشاهد حية تدفق الحمم البرتقالية اللون وخلفها سماء معتمة. نختم هذه النشرة بالتذكير بأبرز العناوين. وزارة الصحة تعقد ورشة عمل لإطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة. دعوة للحد والقضاء على الأكياس البلاستيكية في مديرية مندفرة. زيادة استخدام الإصحاح البيئي في الإقليم الأوسط تبلغ إلى أكثر من 88%. الحرب على غزة تدخل يومها 100 دون نهاية واضحة في الأفق. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر. وانهيار طيني يقتل العشرات في كولومبيا. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.